خير يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ نهاركم ابيض باذن الله. دلوقتي كده رايح نجيب شويه علاجات للكلاب كده مهمين جدا. حابب اعرفكم على العلاجات دي واساس ان انا جبتها ليه. يعني شويه علاجات مهمين جدا للكلاب بتاعتنا، وحابب ان انا اقول لكم انا جبتها ليه وبالتعاون مع مين. تابعوا معايا الحلقه، والحلقه دي هتعجبكم خالص وهتستفادوا منها. طبعا دلوقتي انا وصلت اهوت عند مركز دمنهور، تمام؟ الحيوانات الاليفه والدواجن. هنجيب العلاج ونيجي نوريه لكم بقى ايه هو. انا جبت العلاجات اهي، تمام. هنطلع دلوقتي على المزرعه عشان نوريكم ده ايه وشغله ايه واهميته ايه. يلا بينا عشان نعرف. وطبعا تحياتي للدكتور مختار عياد، من الشخصيات المحترمه جدا هنا في دمنهور، من الناس اللي هي الشاطره جدا في مجال علاج الحيوانات الاليفه وكمان الدواجن والمواشي. مليون مسا عليك. يلا بينا. مساء الخير، وصلنا المزرعه يا جماعه. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ تعالوا بقى نشوف احنا جبنا ايه كده من الدكتور مختار. وطبعا بناء عن تعليمات يمكن الدكتوره الوحيده اللي في محافظه البحيره في دمنهور، اللي بقول لكم في الفيديو كده علنا بناء عن تعليمات منها، الدكتوره اماني صبحي. دكتوره شاطره جدا، وانا بعز الدكتوره دي جدا لان يعني من الناس الفاهمين من زمان، عارفين يعني، من الناس اللي حضروا الغوايه بتوع دمنهور او بتوع محافظه البحيره، من الناس بقى اللي حضروا الناس القديمه، اول ناس ربت كلاب في البحيره. فالدكتوره اماني شاطره جدا، وكانت هي طبعا كانت بترخص لنا الكلاب هنا، اكيد شفناها في فيديوهات قبل كده، تمام. لما بنيجي نخش على دايره العلاج البيطري بالذات لازم بتاخد نصايح وارشادات. العلاج البشري حافظينه صم وعارفينه صم، وبنعرف نشتغل بخفض الحراره وبالمضاد الحيوي والحاجات دي كلها. لكن العلاج البيطري مش اي علاج بيطري تديه للكلب بتاعك، مش اي علاج بيطري. فاكرين لما قلت لكم انا جبت علاج وما تدوش لكلبك غير لما نشوف في كلابي الاول ونعرف اعمل معاهم ايه؟ تعالوا بقى النهارده بناء عن كلام الدكتوره اماني وعن شرحها وعن كمان الدكتور مختار عياد، من الشخصيات المحترمه برضو، عيادته في شارع المعهد الديني في محافظه البحيره. بجد بجد يعني اسطوره. والدكتوره اماني يعني يمكن الاثنين دول بناخد منهم المعلومه او الفكره، تمام، وبنجربها بتجيب نتيجه، تمام. وزي ما انتم عارفين احنا بنشتغل دايما على نظام، الحمد لله بنمشي بدماغنا وبيجيب معانا نتيجه كويسه. بصوا يا سيدي، زي ما انتم عارفين احنا عندنا مجموعه علاج بشري كتير. يعني انا عندي ديكلوفين خافض حراره اهو، تمام، بجيب بالعلب. وعندي الافيل، تمام، هوريك دلوقتي بديله في البيطري، الديكلوفين والافيل واليونيكتام 750 اهو، تمام. احنا بنشتغل بالعلاج ده بشري، تمام. تعالوا بقى نروح لدايره البيطري. انا عندي هنا ديكساميثازون مضاد التهابات اهو، طبعا معروف في البيطري، تمام. هنا هاستاكيور، ده مضاد للحساسيه، الهرش بقى والجرب والحاجات دي اهي. طبعا ده بناء برضو عن تعليمات الدكتور مختار والدكتوره اماني. طبعا لما جيت نجيب العلاج البيطري قبل ما نجيب اي حاجه، لان في يعني في مضادات حساسيه تخص المواشي والعجول والابقار والحاجات دي كلها، بس ما تنفعش مع الكلاب، فلازم تتصل بدكتور خاص بالحيوانات الاليفه. يبقى مين اللي هتقدر تاخد منه المعلومه وانت واثق؟ مفيش غير حد نقدر ناخد منه المعلومه وانا واثق غير الدكتوره اماني او الدكتور مختار، طبعا من الشخصيات المحترمه جدا والناس اللي بجد بجد رجوله جدا جدا في التعامل بتاعها كمان، تمام. ومش على فكره مش معامله يوم، احنا بنتعامل مع بعض من زمان خالص، ومع الدكتوره اماني بقى لنا دلوقتي دخلنا في 12 سنه، يعني الموضوع قديم، تمام. ادي الهيستاكيور، ده مضاد حساسيه، يعني اللي بنشتغل معاه بديل الافيل البشري. حلو الكلام. طيب الديكلوفين بقى ابو نور، في عندك احنا بنشتغل في خفض الحراره بالنسبه للكلاب، يا اما كيتوفان يا اما ديكلوفين حقن. بس انا جبت مكان هنا حاجه اسمها مورو فلام اهو، تمام. ده مورو فلام. وعلى فكره انا بركز قوي لما اشتري علبه حقن بيطري على الصور اللي عليها، بحب اتفرج على الصور اللي عليها، ولازم الاقي صوره الكلب. اي علبه لازم ادور الاقي صوره كلب، لان زي ما قلت لكم مش كل الادويه تشتغل مع الكلاب. ممكن تروح تجيب دواء بيطري مثلا خاص بحاجه خافض حراره بيطري، بس مش بتاعت كلاب، بتاعت مواشي بس، ممكن تاثر يعني تديك تاثير سلبي، تمام.
ادي موريفلام اهو، ده بديل مثلا الكوتيفان او الديكلوفين خافض حراره. هنا ده اللي انا جبته برده، تمام. كوليبريم مضاد حيوي، وبيشتغل بقى على الجهاز المناعي، وبيشتغل على الرئه، وبيشتغل للالتهابات، وبيشتغل لكل الحاجات دي. تعالوا نقروا كده. كوليبريم اردني، تمام. التهابات الجهاز التنفسي مثل التهاب الانف والتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائيه والالتهاب الجهاز البولي التناسلي، بما في ذلك التهاب المثانه والتهاب المهبل والتهاب الاحليل، التهاب الكليه والرحم، التهاب الجهاز الهضمي مثل الاسهال. طبعا هنا في الحيوانات المستهدفه، ركزوا بقى. الحيوانات المستهدفه انا قريتها دلوقتي، والله انا كبرت ولا ايه؟ شكلي عجزت صح. في ناس كتير بتكتب لي على اليوتيوب انت لسه موجود يا ابو نور. الحيوانات المستهدفه اهي: الخيول والكلاب والقطط. الخيول والكلاب والقطط، تمام. دي الحيوانات المستهدفه في كوليبريم، تمام. يعني لازم اتاكد ان العلاج بصراحه قالت لي عليه الدكتوره اماني. انا باخد كلمه الدكتوره اماني والله سيف بجد، لاني ما خدتش منها معلومه قبل كده او عرفت منها حاجه الا لما تجيب معايا نتيجه فعاله. وطبعا صوره الكلب وصوره القطه على العلبه، فدي حاجه بتطمنك ان ده علاج ملوش تاثير. بص بقى يا حبيب قلبي يا اللي بتربي كلاب، اوعى تاخد معلومه من دكتور مختص بالمواشي فقط. نصيحه مني اخويه، لان دي سببت لي كوارث قبل كده. اوعى تاخد معلومه في علاج الكلاب من دكتور مختص بالمواشي فقط. علاج الكلاب ناخد المعلومه في الادويه البيطريه من دكتور مختص سواء بالمواشي او بالحيوانات الاليفه، يعني لازم يعرف عن الاثنين، تمام. ما تاخدش معلومه في المواشي من دكتور مختص بالحيوانات الاليفه فقط، تمام. ناخد المعلومه في المواشي من دكتور مواشي، ناخد المعلومه من الحيوانات الاليفه من دكتور حيوانات اليفه لو هتشتغل بالبيطري. لكن لو هتشتغل بالبشري الامر طبيعي جدا، انت بتشتغل مثلا ديكلوفين افيل. بس في ملحوظه برضه حابب اقولها لك، ان انت لو عندك كلب واحد ممكن تمشي بشري عادي، تمام. اما لو عندك عدد من الكلاب فالحاجات دي هتسهل عليك كتير. ومقدارها للكلب الكبير في حدود ما يقارب ال1.5 سم وال2 سم، يعني مش كميه كبيره، وهتغيب معاك كتير، تمام. في عندي حاجه هنا بقى بشتغل بيها عمري ما اتغاضى عنها، تمام. زي مثلا الفيتاسيلين، حق ده رافع مناعه، فيتامين هنا رافع مناعه، تمام. وكويس جدا معايا، شغال معايا كويس وبنشتغل بيه. الكوليبريم يا جماعه بنديه تحت الجلد، حلو. الحاجات دي ما انصحش انك تدي عضل لو انت مش متعود على الحقن، خليك تحت الجلد، تمام. ادي النظام اللي احنا بنشتغل بيه. يلا بينا نبص على مجموعه الكلاب اللي معانا النهارده، علشان في حاجات عايز نديها فيتاسيلين وحاجات عايز نديها كوليبريم. يلا بينا كده ونتابع. ونتيجه الكوليبريم انا جربتها كويسه جدا، ده عباره عن مضاد حيوي اردني. يلا بينا يا جماعه. معايا مجموعه من الكلاب، هنقعد دلوقتي نلف عليها ونشوف ده محتاج ايه وده محتاج ايه، وكل كلب ليه العلاج المخصص بتاعه. لو في عمص في العين ده بنديله علاجه، ولو في التهابات بندي لها علاجها، لو في سخونيه بندي لها علاجها. كل ده هنعمل لكم بيه حلقات عشان تستفادوا بالحلقات دي. ومليون مسا عليكم. ما تنسوش ان احنا بنعمل لايف كل يوم على التيك توك على مدار اليوم، تابعوا معانا اللايف عشان تستفادوا. عيني عينك. مليون مسا.